قصة النهاردة يا صديقي عن بيت رشدي الجزء التاني. فعشان تعرف تكمل الجزء التاني ده يا صديقي ادخل شوف الجزء الأولاني جوه القناة وتعالى كمل معايا قصة النهاردة. قصتنا بتبتدي يا صديقي في يوم من الأيام. كان في شاب من المنطقة معروف إنه جريء ومبيخافش من أي حاجة. كل يوم بيسمع الناس بيتكلموا عن بيت رشدي وإنه مسكون وإن أي حد بيدخله بيحصل له مصايب. الشاب زهق وقال أنا لازم أدخل البيت ده بنفسي وأوريكم إنه كلام فاضي. استنى لحد نص الليل واخد الكشاف معاه ودخل من الباب الحديد المصدي اللي بيطلع صرير يخوف. اول ما خط جوه ريحة التراب والرطوبة خانقة والهدوء كان مرعب تماما. طلع السلم الخشبي اللي كل ما يطلع سلمة يتأرجح بيه. فجأة حس ان في حد ماشي وراه ولما لف وشه بسرعة ملقاش حد. قلبه دق بسرعة بس كمل لحد ما وصل الدور التاني. هناك شاف أوضة فاضية مفتوحة جواها نور خافت كأنه نور شمعة. قرب منها ولما فتح لقى كرسي بيتحرك لوحده. وهو بيحاول يركز سمع صوت ضحكة ست طالعة من جوه الأوضة. الكشاف وقع من إيده ولما نزل ياخده حس بإيد باردة جدا لمسك كتفه. لف وشه بسرعة لقى حد واقف عند آخر التربة وبيقرب منه شوية بشوية. الشاب صرخ يا صديقي وجري على السلم وهو نازل رجليه اتزحلقت وقع على الأرض. تاني يوم الصبح الجيران لقوه مرمى عند باب البيت عينيه مفتوحة على الآخر بس مش قادر ينطق بكلمة. من يومها يا صديقي اتقال إنه اتجنن ومبقاش زي زمان. ومن بعدها مفيش حد بيفكر يدخل بيت رشدي في عز الليل. وبس كده يا صديقي دي كانت قصتنا النهاردة. أتمنى إنها تكون عجبتك وحط لنا لايك واشتراك واستناني في فيديو تاني جديد. سلام.